انا زوانيه وتنبغي الرجال، وهذا هو حالي. شنو غندير؟ هادشي اللي كتب عليا الله. السلام عليكم يا احلى ويا اغلى متتبعين، نتمنى تكونوا بخير. نبداو في القصه ديالنا. سميتي اكرام، السن ديالي 17 سنه، وانا خوتي زهوانيه وتنبغي النشاط. تجيكم في شي شكل، حيت مولفين تتسمعوا الرجال اللي زهوانيين، ولكن دابا حتى العيالات ولاو بحال هكاك. علاش ملي كنقولوا على الراجل زهواني كتجيكم عاديه، ملي كنقولوا على المراه زهوانيه كتقرصوا وكتجيكم في شي شكل؟ المهم سمعوا قصتي حتى الاخر. المهم اخوتي، قلت لكم سميتي وتربيت وسط واحد العائله ما عمري ما شفت فيها النهار الابيض. ديما البنيه وديما الصداع، الوالد ديما جاي سكران، ديما كيضرب الوالده، ديما المدابزه. انا وخوتي كنا عايشين في واحد الوسط، في واحد البيئه فاشله. جداتي حتى هي كانت واحد المراه ما مزياناش، سحاره. خالاتي تا هما ما كيبغيوش لك الخير، تا واحد ما كيبغي يحسن الاوضاع في الاسره ديالنا، والو كلشي عاجبو الحال كيتشفى فينا. المهم كبرت في واحد الوسط خامج خايب، كله سم، كله حقد، كله مشاكل. بديت كنمرض في الداخل ديالي، نهار بعد نهار وليت كنمرض. ما كملتش قرايتي، كان عندي الباك في ديك الوقيته اللي قلت لكم. خرجت من القرايه وليت عطيها غير الدوران. وانا بين قوسين كنت واحد البنت عاجبني راسي، كنت زوينه بزاف، كنت بيضه، ودوك الحنيكات حمرين، ودوك الوجيه مدور والشعورات، وحنا كي ديما حمرين بحال التفيفيحات. واللاطاي ديالي ما نقولش لكم، واحد لاطاي خطيره. واللي شافني تيحماق عليا، ما يمكنش ندوز من حدا شي واحد وما يقولش تبارك الله. شنو نقول لكم، كان عاجبني زيني ومتصرني، ولكن هذاك الزين ما درت به حتى شي زفته والو. المهم خرجت من الباك، عرفت بان حياتي ضاعت. اصلا فينا هو العقل باش غنجلس نقرا ونكون مستقبلي ونفكر ونخمم شنو غادي ندير؟ العائله ما كاينش اللي غادي ينصحك واللي غادي يوريك. يلا كنمشي للدار كنجبد الكتاب نبغي نقرا، كتسمع الصداع، كتسمع الغوات، كتسمع جده لتحت كتزيد في الفاخر وتزيد في داك الروايح الخانزه وفي داك الشي وكتنقر. شنقول لكم، كنسد داك الكتاب وكنجلس وكندير رجل على رجل، ونجبد الفيسبوك ونجبد الانستغرام ونبقى كنتفرج انايا في التليفون. وكنفيق في الصباح مع ديك 9، كنخرج ما كنجي حتى لديك 9 10 ديال الليل. غتقولوا لي وليدك ما كيسولوش فيك؟ ما كاينش اللي كيسول فيا، ما كيسولوا فيا لا فين غاده لا فين جايه. خرجي دوري موتي ديعي ديري اللي بغيتي، ما كاينش اللي كيتسوق ليا. هما يا ربي مكافيين مع مشاكلهم مع روينتهم. انا داك الايامات اللي كنت كنخرج كنت كنمشي انا وواحد صاحبتي لواحد القهوه زوينه وكلاس، واخا أنا ما كانش عندي الفلوس. عرفتي دوك القهاوي اللي كيمشيو ليهم دوك البنات الهاي. انا كنت لباسه لاطاي ديالي واعره، واللي لبستها كانت كتجيني زوينه. كنت كنمشي عند الوالد كنقول له مره كيدور معايا، كنت كنمشي للبال كنشري من حوايج البال. عرفتي كتشوفوني لابسه داك حوايج البال تقولوا ضربه واحد الحطه ديال 2000 درهم 3000 درهم، اما انا راه لابسه غير 50 درهم. غير حوايج البال من الفوق حتى للتحت، نصبنهم ونعاود نصبنهم ونحددهم حتى كتولي ريحتهم زوينه، ندير فيهم شي ريحه زوينه صافي. وكنخرج انايا لابسه داك الشيب ديال لا مارك. المهم شي بياسات صراحه كيكونوا في البال خطيرين والله العظيم. كتلقاو شي ماركه خطيره بشي ثمن غالي، ودوك البياس كتكون عليهم مخاطفه. وكنمشي في الاول ملي كيكون يلاه كيحل السلعه كناخذ داك الشي واعر. المهم كنلبس اخوتي، واخا بيني وبينكم راه ما عندي لا ريال لا جوج، غير السنطيحه. كنبغيو غير نبانو بالحوايج واللبس وصافي. ها كنبغيو نعيشو ديك الحياه مونسين دوك الناس اللي بخير عليهم. كنت كنمشي مع واحد صاحبتي لتماك، وديما كنمشيو كنلقاو واحد الراجل كبير جالس تما. بعض المرات كنت كنمشي انا وياه في الصباح كنلقاه هو لابس سيرفيتا وجالس تما جات رينا وجاي كيفطر. كل نهار كل نهار كل نهار. المهم فوق ما مشيت انايا بعدا كنلقاه، وقت ما ديزا من القهوه كنلقاه. المهم هذيك القهوه كنت تنبغيها، عزيزه عليا، كانوا كيمشيو ليها غير الناس الاليبا. كنت كنقول لصاحبتي باين غنطيح شي فيكتيم هنايا وغنتزوج به وغنتهنى من هذاك الفقر. انا خوتي ما نكذبش عليكم، انا كان كيعجبني الزين والطوله والقلده. عرفتي تشوفوا دوك الدراري اللي كانوا كيطيحوا فيا، تبقاو حالين فمكم، ولكن بيني وبينكم ما عندهم لا ريال لا جوج، ما عندهمش فلوس. يعني شنو غنعيش معاه انا غير بالحب؟ خصني شي واحد لاباس عليه، اللي برعني ويساريني ونركب حداه في الطوموبيلات الواعرين ونتسارى معاه ونمشي معاه لاوروبا. بغيت نبيع شبابي غالي، ما نبيعوش رخيص. اش غيدير ليا الحب؟ ما غيدير ليا حتى زفته. المهم اخوتي قلت هاد القهوه هي اللي غتجيب ليا شي فيكتيم. كما قلت لكم كيجيو ليها غير الناس الهاي.
المهم نيشت هذاك الراجل الكبير، كل نهار كنت كنمشي صافي حفظت ليه التوقيت ديالو، مرة ابتسامة، مرة شوفة. المهم راكم عارفين البنات ديك الدخلة اللي كندخلوا الرجال راكم عارفينها. المهم السيد طاح، السيد شك في راسو، ما تيقش بان فتاة فاتنة بحالي غتسوق ليه هو. المهم واحد النهار كنت جالسة انا وصاحبتي هو يجي يشارك معنا الطبلة، وخلص علينا الطبلة، خلص علينا الماكلة داكشي اللي كلينا، بدا كيهضر معانا. كنديو كنجيبو في الهضره. خديت نمرتو مشيت للدار اخوتي بقيت كنشاطي معاه. قلت ليه شوفه ما نبانش ليك انا بحال هكا يسحب لك راني بوها ليا، انا راه عندي نيشان. انا بغيتي المعقول مرحبا، بغيتي قلت المعقول وباغي تفلى عليا عطيني اتساع. راه واخا تشوفني بحال هكا فريفره وكنلبس وكذا وهادي، راه الداخل ديالي راه كاين المعقول، راه ما عنديش مع التفليه والنصب والحتيه. قلت له ما تنصب عليا ما والو، قلت له ما عنديش الوقت اللي نضيعو، انا كيعجبني المعقول. المهم هي هذيك طيحت عليه واحد جوج دميعات. قلت له الراجل اللي شافني كيطمع فيا وكيبغي يتفلى عليا وانا كرهت هاد الحياه. المهم درت ليه داكشي ديال الدراما. المهم طبطب عليا وخرج شرى لي واحد المكانه واعره، واحد الريحه واعره، واحد اللبسه واعره. المهم 3000 درهم حطها في هذيك الخرجه كنت خرجت معاه. المهم مره باش نبدل الروتين، مره كنبكي عليه. صافي بقيت تنبكي عليه وتنشكي عليه، ولا كيتعاطف معايا اكثر وكيتهلا فيا اكثر. المهم كما قلت لكم، قلت لي شوف سيدي، قلت له الناس راه غير طامعين فيا، وراجل اللي كنكون باغيه معاه المعقول ما تيصدقش، وهاد الشباب ديال اليوم كلشي باغي غير الزهو والنشاط. انا باغي غير راجل اللي يحافظ عليا ويسترني ويعيشني حياه زوينه ويتهلا فيا. صافي هو يقول لي قال لي داك الراجل اللي كتقلبي عليه راه هو انا. قال لي انا راه ماتت ليا المراه وولادي كبروا ومشاو لبرا وانا عايش غير بوحدي، وانتي بغيتي ولد الناس اللي يسترك واللي كل عمر هذا راه هو انا. هو يقول لي شوفي، قال لي طاح الحك وصاب غطاه، قال لي راه هو انا. قلت له الا طاح الحك وصاب غطاه نمشي معاك في الخط. مشيت عند امي قلت لها شوفي امي راه جبت العريس راه بغيت نتزوج. شافته وهي تقول لي نونو كحل عيونو، قالت لي ما تزوجي به. ايوا قلت لها امي واش جبتي لي شي عريس احسن منه؟ قالت لي علاش جبتي لي هذا الراجل الشريف دفني شبابك وهذه. خوتي ما نكذبش عليكم ما تصنتش لامي. المهم انا جايكم الهضره، قلت لها شوفي امي حياتي كامله دمرتيها ليا وما عمرني لمتك وما عمرني درت فيك، مخليتك عايشه مع راجلك طول وعرض، ديما المضاربه ديما البونيه ديما الضحك وديما مره هكا تنتسوقش ليكم. قلت لها شوفي، قلت لها دابا غادي توافقي على هاد الزويجه، هاد الراجل هذا هو اللي غنتزوج به، الله يعمر ليه الدار، بغيت نمشي لداري معززه مكرمه. انا بيني وبينكم شنو الخطه اللي كانت عندي؟ انا شفت راجل كبير قلت انا راه غيموت شهر شهرين عام عامين 3 سنين كاع 4 سنين، غادي يتموا الامانه امانته وانا غنعيش حياتي بالطول وبالعرض. المهم السيد باقي صحيح في صح. قلت انايا غنتزوج به، تزوج به. قلت زعما غنضربها بشي ورثه وغنمشي بعيد كما قلت لكم انا زهوانيه وغنمشي بعيد. كنت كنقول داك الساعه يكونوا عندي الفلوس، ايوا داك الساعه راه برع داكشي د الشباب الجميل، نعيش حياتي. واش منك يا طوموبيلات، اش منك يا هادي. المهم انايا كيعجبوني صراحه كما قلت لكم كيعجبني الزين، انا تنحمق على الرجال. المهم هذا تزوجت به غير على قبل الفلوس، كما هو طمع فيا انا في صغري وفي زيني. المهم معليش تزوجت به. باقي لي يومنا هذا السيد باقي كيدير السبور ويرجع مهلي في راسو كينعس بكري. المهم اخوتي انا مرضت، جاني الاعصاب في المعده في المصران، طونسيون ما نكذبش عليكم. عرفتي انا وليت حالتي ويامي، هو والو ما بغاش يموت باقي كنتسنى اليومين هذا. بغيت كيفاش ندير نتفك منه والو. السيد الله يعمر ليه الدار مهلي فيا، ما نكذبش عليكم انا مهليه فيه، ماشي زعما كنضربو ولا كنعايرو ولا كندير له شي حاجه ماشي هي هذه. اما راه في المعامله راه كنعاملو فوق مزيان ما تصوروش. يا ربي تنقول يا ربي تسمح لي يا ربي وقتاش غادي يموت ونعيش الشباب ديالي وتانا وليت كنكبر وما بقى يدير 6 سنين اخوتي وانا مزوجه به. هو نهار مور نهار عاد كيزيد يزيان ويزيد يصحاح، وانا نهار مور نهار عاد كنزيد ندبال ونزيد نتكرفص. اخوتي هاد خينا هذا فيه شي دعوه ما تقولوش ليا. وباقي السيد صحيح وما تيعياش كيدير سبور وباغي يسافر وباغي يجول، وكتب لي واحد البرطمه بسميتي الحمد لله بعدا فزت بها. ولكن انا طامعه في كثر اخوتي ما كذبش عليكم، بغيت نعيش الشباب ديالي، بغيت نعيش حياتي مع شي واحد صغير.
المصيبة هذا ما بغى يموت، ما بغى يخليني نعيش، ما عرفتش أنا شنو غندير. قلت لكم اخوتي وحلت، أنا واخا تشوفوني كنهضر بحال هكا أنا ما كنفكرش نفسد، أنا أي علاقة كنبغي ندخلها مع الراجل واخا تشوفوني كنهضر هكا كنبغي ندخل على داك الشي حلالا طيبًا، واخا ماشي مشكل نتزوج ونطلّق، نتزوج ونطلّق ماشي مشكل، المهم في الحلال فهمتوا كيفاش. المهم اخوتي هاد السيد هذا باقا معاه أنا ليومنا هذا، شنو غادي ندير؟ أنا مرضت في صحتي، نهار بعد نهار كيزيد يزيان وكيزيد يصحاح وهذه قصتي أخوتي. المهم أنا زهوانية وحصلت في هاد الشارف، آآ ما نكذبش عليكم راه هو مبرّعني وأنا مبرّعاه، داك الشي اللي كيعطيني أنا كنعطيه، المهم 1+1=2، المهم حنا دخلنا في ديك التزويجة، راه اتفاقية. بزاف ديال الناس غايقولوا لي حشومة عليك كتقولي بحال هكا وداك الشي، حتى هو حشومة عليه، حتى هو كان غير الجسم ديالي وبغى داك الشي وحتى أنا بغيت الفلوس ديالو. المهم سميناه عقد اتفاقي، وهذا هو الزواج ديالي مع هذا السيد هذا. قولوا لي شنو غادي ندير؟ حصلت واحد الحصلة، ما عرفتش كيفاش غنتفك منه، كون تصنت الكلام شديت الركنة، نتزوج شي واحد صغير قدي قدو ونعيشوا الحياة. الصراحة واخا أنا عايشة معاه الحياة كنحس بواحد النقص لأنه ماشي قدي، كبير عليا بزاف بالتريبل ديال عمري. وهذه هي قصتي خوتي ديال النهار ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. و... وصاحبة القصة كتقول لكم، حيت القصة ماشي ديالي، ديال صاحبة القصة هي اللي تطلب مني نعاود، هي اللي طلبت مني نعاودها لكم. ودابا تتسنى لي كومونتير ديالكم شنو تكتبوا ليها فيهم، شنو تقدر دير. يلا بسلامة عليكم، الى قصة جاية ان شاء الله. ما تنساوش راني كنبغيكم بزاف.